السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. يلا نعمل البيديفور الملوكي. معايا كوبايتين من السكر البودر، والعيار بتاع الكوباية 200 مللي جرام، 750 جرام من الزبدة الساقعة بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه، ومعايا 4 بيضات، ومعايا صفار من البيضة، 4 بيضات كاملين وصفار بيضة، ومعلقة كبيرة من الفانيليا، ومعايا البيديفور الشوكولاتة، معلقتين من الكاكاو الخام الاسباني. وهستخدم النهارده دقيق دوبيلا مخصص للكحك والبسكويت، وتقدري تستخدمي دقيق عادي جميع الاغراض. تمام. هبدا انزل الزبده كده بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه على السكر البودر، والسكر البودر ده يا جماعه ببدا اطحنه وابدا اعايره، وقبل ما اعايره انخله كويس جدا، بطحنه عادي في البيت مفيش اي مشكله. هضرب السكر كده بالشكل ده مع الزبده لغايه ما قوام الزبده يكون كريمي ويفتح معايا تدريجيا بالشكل ده، يكاد يكون كده عامل زي كريم شانتيه كده. وكل ما دقيقتين كده ابدا اوقف المضرب بتاعي واقلب من تحت لفوق عشان اخلي كل المقدار بتاعي متجانس مع بعض بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. حاجات بسيطه جدا يا جماعه، بس مهمه جدا لنجاح الوصفه بتاعتنا. تمام. الزبده بتاعتي فتحت اهي بالشكل ده. هبدا انزل بيضه بيضه بدرجه حراره المطبخ. المقادير دي انا بعملها من 12 سنه، وما شاء الله البيديفورايه بتبقى ملهاش حل، بتبقى ناعمه وفي نفس الوقت متماسكه معانا بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. هنزل بيضه بيضه وهضرب لغايه ما البيضه تتلاشى، وهنزل اللي بعدها، وهكذا بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. اول ما البيض يتلاشى كده هبدا اوقف خلط بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. ولو وصلتي معايا لغايه هنا ما تنسيش تحطي اللايك، وخلي بالك ان اللايك بيرفع الفيديو. وهبدا كده بعد المكونات الدهنيه خلاص عملناها، هنخل معايا الدقيق كويس جدا. طبعا نخل الدقيق ده مهم جدا يا جماعه في النوم او في اي حاجه احنا بنعملها، لان بنتخلص من التكتلات، وكمان بيديني هشاشة، سواء هعمل بسكويت سواء هعمل اي حاجة بتديني نخلة الدقيق دي، بتديني هشاشة يا جماعة بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. وهبدأ انزل ذرة بس بسيطة جدا من الملح لا تذكر بالشكل ده، وهنقلب المقادير الجافة بتاعتي بالشكل ده. هتعملي بيديفور بمقادير مظبوطة، النقشة بتاعته ثابتة وحلوة جدا، والمقادير اللي انا بديها لك دي هتنفع معاكي بالكيس الحلواني، وهتنفع معاكي بالماكينه، ليكي هنا بقى مطلق الحريه. تمام. ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. انا بقى هنا عايزه اخلط الماده الدهنيه مع الدقيق، بس مش عايزه اعجن. طبعا العجينه دي يا جماعه بتاعه البيديفور بتبقى عجينه ملزقه. طيب انا هستخدمها مثلا في الكيس، فانا هشتغل بيها على طول. لو انا عايزه استخدمها في الماكينه سيبها 5 دقايق في التلاجة. انا هدمج العجينه كده مع بعض بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. وعشان اعرف قوام العجينه انا بسيب السباتيلا بتاعتي وهبدا ادمج العجين بتاعي بالشكل ده. احنا يا جماعه مش عايزين ندي ماده الجلوتين اللي موجوده جوه دي عبء، فمش هنعجن، احنا بنخلط كده بالشكل ده الماده الدهنيه مع الدقيق، ودي حاجات مهمه جدا لغايه ما خلطناها كده بالشكل ده. طبعا انا غسلت ايدي بالشكل ده عشان خاطر اعرف ملمس العجين. تمام. هاخد بقى معلقتين الكاكاو الاسباني احلهم ب3 معالق كبار من الزيت، نحلهم مع بعض، او هننزل 4 معالق كبار من الزبده، ليكي هنا مطلق الحريه. ولكن انا حطيت زيت عشان خاطر احل يعني الكاكاو، لانه بيبقى عامل زي الدقيق كده عشان يبقى القوام بتاع الابيض والشوكولاته متجانس. خدت نص الكميه بتاع الابيض وحط عليه الشوكولاته، وهبدا ادمجهم كده مع بعض بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. انا هستخدم التب اللي هو 6 اف يا جماعه، او اللي هو بتاع بلح الشام عفوا، او اللي هو ستريت ده اللي هو بننزل فيه قطعه كده ملهاش اي شكل يعني بمعنى اصح. تمام. هو بتاع الكريمه، بس انا ساعات بحب استخدمه في البيديفور. انا مش دهن الصاج بتاعي لاني كميه الزبده كافيه جدا. وهبدا انزل كده في الكيس الحلواني تلت العجينه من تحت والباقي من فوق عشان يبقى خفيفه على ايدي. ولو حسيت ان في واحده نازله مش مظبوطه عادي تماما يا جماعه، الموضوع ما بين تماما، بشيلها واعمل بدلها بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. طبعا مسكه الكيس هنا يا بنات، لان كل بيسال على مسكه الكيس، بتبقى بالممارسه، يعني كل ما اتعودتي كل ما هتلاقي نفسك بتمسكي الكيس احسن واحسن. تمام. احنا بناخد جزء بسيط بس من العجينه من تحت بالشكل ده،
والباقي بيبقى فوق بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. طبعا تعالوا نتكلم عن بخصوص التسوية. التسوية بفتح درجة حرارة الفرن على درجة حرارة 170 حرارة من تحت بس، على الرف الوسطاني مفتوح قبلها بربع ساعة يا بنات بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. ما بياخدش حوالي 10 دقايق يا جماعة في الفرن وانا ما بفتحلوش الشواية. وبخصوص هنا لو انتي نزلتيها كده وطلع فيها بوزة بتعمليها كده بصباعك كده من فوق عادي جدا، مفيش اي مشكلة. البيديفور بتاعنا طالع ملوش حل، جميل جدا بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه، زي ما دخلناه زي ما طلع، ولا فرش مننا ولا اي حاجة. حد هيقول لي مثلا انا لازم احط صفار البيض مع 4 بيضات، هقولك صفار البيض ده بيديني نعومة يا جماعة. وطبعا البيديفور الاساسي اللي هو في ناس بتعمله ناعم جدا بيبقى بصفار البيض فقط، تمام. ولكن احنا بقى عشان كستات بيوت فعايزينه ناعم وفي نفس الوقت متماسك لو عندنا اطفال عشان ما يقعش يتفتفت مننا. ما شاء الله دخلته الفرن بالشكل ده، وطبعا لازم تلف الصاج عشان تاخدي تسوية مظبوطة. البوديفراية طالعة ما شاء الله، النقشة بتاعتها ما شاء الله بارزة معانا بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. انا عملت حجم صغير وحجم كبير، حجم بتب بلح الشام، وحجم تاني معايا بالتب اللي هو F6 بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. شايفين رسمتنا ثابتة ولا فرش معانا ولا اي حاجة، واللي طالع معانا بالشوكولاتة بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. هنسيبه يبرد تماما تماما وهنبدأ نحضر الحشوة بتاعتنا بالشكل ده. انا ببدأ كده يا جماعة احشي معايا شوكولاتة سما دارك ومعايا شوكولاتة بيضة بالشكل ده. هبدأ كده اعملهم على حمام مائي او ادخلهم الميكروويف 30 ثانية واقلبهم لغاية ما تبقى كده سايلة معايا بالشكل ده. معايا مكسرات ومعايا بندق ومعايا كده بديل الفستق بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. انا ما بحبش احشي بالمربى، لان المربى بتخلي البيديفور يطرى ويحن كده، ولو قعدتيه فتره طويله، لاني انا وصفه البيديفور دي انا عاملاها يمكن من 10 ايام فبيحن معايا، فانا بحب احشي بالشوكولاته. هنا ليكي مطلق الحريه. هبدا احط ما بين كل واحده وواحده شوكولاته بيضه شوكولاته دارك، ليكي هنا مطلق الحريه كده، واقفل على التانية بالشكل ده. طالع معانا يا جماعه ولا احسن حلواني، طالع معانا روعه وجميل جدا ودايب وما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. فنني بقى وشوفي بقى انت عايزه تعملي ايه على حسب التزيين بتاعك. وبحط من فوق كده انصاف من البندق او اللوز او الفستق او الفستق الكداب، انت بقى وحسب تزيينك وحسب ذوقك بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. وممكن نعمل واحده من الشوكليت وواحده من البيضه ونلزقهم في بعض بالشكل ده. انا حطيتها بالشوكولاته اهي، وهبدا كده انزلها معايا في بديل الفستق معايا بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. وده عاملينه في البيت يا جماعه بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، كانك جايباه جاهز يا جماعه، وروعه جدا. ولو ما جربتيش الوصفه دي فاتك كتير جدا بالشكل ده. وانا استخدمت بردك في الوصفه شوكولاته في الحليب، كانت روعه جدا بالشكل ده، ومن باب التغيير بالشكل ده. طبعا بحطه على كيس نايلون مفتوح كده بالشكل ده لغايه ما ينشف تماما تماما، وابدا ارصه بقى معايا بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. ما شاء الله. وكان عندي زبده بيستاشيو حليتها بمعلقه من الزيت وبردك استخدمتها معايا في الوصفه، غطستها مع البيديفور، وبتديني شكل حلو جدا وشكل جمالي وطعم حلو جدا كمان يا جماعه بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله، رائع جدا بالشكل ده. حد هيقول لي ممكن استخدم جزء من الزبدة عليه جزء من السمنة. هقولك الصراحة انا ما جربتهاش يعني، بس ولكن انا بحبه البيديفور اساسه زبدة، لان الزبدة ما شاء الله بيبقى التطعيمة بتاعتها روعة جدا في البيديفور، تمام. هنا كانت الكمية بتاعتنا بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. الكيلو من الدقيق عمل لنا الكمية الحلوة دي، والتزيين بتاعنا ما شاء الله فاخر من الاخر، حاجة كده روعة جدا بالشكل ده. زيني بقى بالمكسرات او اعمليها سادة زي اللي انا عملتها دي، طالعة معانا ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله، تزيين روعة جدا بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه ما شاء الله. وحتى الابيض طالع معانا روعة جدا، واللي هي بزبدة البيستاشيو طالعة معانا تحفة جدا بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه.
لازم كده طبق العيد يبقى متزين يا جماعة كده تزيين ملوش حل كده يفتح النفس معانا بالشكل ده. شايفين الجمال بقى لما زينا الطبق بتاعنا ورصناه بقى شكل جمالي وروعة جدا يفتح النفس طبعا. والأولاد بيحبوا تزيينات الشوكولاتة معانا. وشايفين النقشة بتاعتنا ثابتة في البيديفور ولا فرش معانا ولا أي حاجة بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. طالع معانا روعة جدا ما شاء الله، يعني ياخد العين قبل الفم ما شاء الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله، حاجة كده روعة جدا. أنا يا جماعة معلش بطول في الفيديو أو بوريكم التزيينات لأن لما بيتحط على بعض كده مش بيبقى واضح، فطبعا يعني عفوا لو طولت عليكم الفيديو، بس ولكن كنت عايزة أجيبلك كل التزيين أو كل اللي احنا عملناه سواء احنا زيناه بالشوكولات أو السادة معانا عشان تشوفي كل الاحتياجات اللي احنا عملناها بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. دي يعني زيناها بس بقطعة كده من الشوكولاتة وحطينا عليها بندقية بالشكل ده وطلعت معايا روعة جدا. وعشان اكمل التزيين بتاعي حطيته كده في بتاعة الكوب كيك روعة جدا بالشكل ده، عشان كده كمان التصوير معانا بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه ما شاء الله روعة جدا بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه رائع جدا. وكده خلص الفيديو معايا النهارده. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. ولو وصلتوا معايا لغاية هنا ما تنسونيش في اللايك والشير فضلا ليس امرا. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وكل سنة وحضراتكم طيبين وبخير ان شاء الله. عيد سعيد علينا وعليكم ان شاء الله.